صديقي، حاجه مهمه قوي بصراحه انت لازم تطورها قبل ما تخرج من الكليه، هو بصراحه الانجليش. سالت ناس كتيره قوي في جزئيه ان احنا ازاي نشتغل في شركات كبيره او كده، فقال لي بامانه هو اهم حاجه هو مش هيقدر يتنازل عنها هو الانجليش. فانك ازاي بقى تطور الانجليش بتاعك قبل ما تخرج من فتره الكليه دي حاجه مهمه قوي. فخلينا ندردش كده مع اكيد. زكي ايه الاخبار؟ الحمد لله. تحب تعرفوا بنفسك؟ اعرف نفسي الاول وليه وسام اختارني. يعني انا شغال في كول سنتر انجليزي، شغال فيه بقالي 3 سنين. فهو اختارني ان انا اشارك ازاي الناس اللي معايا بتحسن من الانجليزي بتاعها، وبتحسن معايا برضو لغات تانية بيحسنوا منها، والتكنيكس المعينه اللي بيستعملوها عشان خاطر يحسنوا سماعهم، كلامهم، قرايتهم، كل الكلام بالظبط ده. بالظبط. طيب خلينا نبدا بقى واحده واحده كده، ازاي نحسن الانجليزي بتاعنا. خلينا نمسكهم الفور سكيلز: ريدنج، رايتنج، سبيكينج. سكيل كده وقول لي تطورها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه نبدا ب الليسننج، الاكتف listening. انا نصيحتي ان انت تحاول تاكسبوز نفسك على قد ما تقدر لميديا انجليزي، افلام، مزيكا. لو تليفونك عامل لغته بالعربي اعملها بالانجليزي، فاهم؟ وعود نفسك انك تقعد تسمع وتحاول تستعمل ودنك عشان تسمع الكلام. انت ممكن اوقات كتير وانت بتتفرج مثلا على فيلم يعني هتقفل ودنك دي خالص، بتسمع بس الاصوات وعمال بتبص على السب تايتلز. حاول وانت بتتفرج كده، فاهم؟ لا، بص على اللي بيحصل في الصوره وحاول انت تسمع الكلام. لو في كلمه مش فاهمها، ودي اكتر حاجه انا بعملها، انت على طول هتقابل كلام انت مش فاهمه، على طول هتقابل كلام جديد. دايما في كلمات عمرك ما هتعرفها، حرفيا كل اللي هتعمله سيرش على جوجل الكلمه معناها ايه وافهمها. بس كده، وانت مره مع مره مع مره هتلاقي نفسك الكلام ده عمال بتفهمه. طيب بصراحه من وجهه نظري من حكايه الليسننج، في كورس اسمه باور انجلش. الكورس ده ممتاز بجد. هو يعني ممكن لو هو الكورس ده مش مجاني، بس في ناس كتير بتنزله. يعني انت بس اكتب باور انجلش كده وهتلاقي توتوريالز كتير بتقول لك انك ازاي تنزله. بس لو انت عايز حاجه مكانه وتبقى عشان ما يبقاش فيها حرمانيه او كده، اسمع اي بودكاست انجلش. انا عن نفسي بسمع جاري في، واحد اسمه جاري في، ده حلو قوي. بصراحه على مدار 6 شهور بسمع الكورس بتاع باور انجلش ده، فعلا حسيت لي الليسننج كويس قوي يعني يعني بصراحه بقيت بسمع اي حاجه ممكن ما اقراش السب تايتل كمان قوي. فدي حاجه حلوه. طيب اللي بعده اكيد. بالنسبه بقى للكلام، اه لازم تتمرن، لازم تجرب بالكلام. يعني انا بص، وانت قاعد مع نفسك كده وانت عمال بتسمع الكلام بيتقال، حاول تنطقه بنفسك، حاول قلد اللي انت سامعه. هتقول مثلا انت بتتفرج على فيلم، سمعت كلمه جديده او سمعت كلمه قديمه وعاوز، وانت عارف انت نطق للكلمه دي غير اللي انت سامعه، حاول قلدها. و بسم الله الرحمن الرحيم. عشان تقدر تستعمل الاكسبريشنز اللي انت بتسمعها اكتر في كلامك، انت طبعا كل ما تتعرض ليها اكتر كل ما تحسها حاجه طبيعيه في الكلام وهتفهم معناها. يعني مثلا لما اقول لك I'm running out of time مثلا، معناه ان انا ايه؟ I'm running out of time، انا اه خلاص الوقت بيخلص مني مثلا وكده. يعني انت لو ترجمتها حرفيا مش عارف مش تجيب. هتعرف، مش اه لهاش معنى. بس انت لو تبقى حافظ يعني حاجات بس لما كتير تسمع، بتنجز معاك في لما الكلام. تسمع وتشوف المواقف اللي الكلمه دي بتستعمل فيها في الافلام، في المسلسلات، في اي حاجه من الحاجات دي، هتفهم الكونتكست اللي الكلام ده بيستعمل فيه، وهتخش جوه مخك. اخر حاجتين بقى الريدنج ورايتنج. الريدنج والرايتنج حرفيا نفس الكلام. بس الريدنج انت حاول تقعد تقرا ميديا على قد ما تقدر تكون بالانجليزي. لو ينفع برضه وانت تتفرج على افلام خلي السب تايتلز بتاعتك بالانجليزي. تمام. انا بعمل كده. الرصاص بتاعك بالانجليزي هتشوف كلام كتير. انت ايه يعني لما تشوفه غير ما انت في كلام مش عارف اصلا تسمعه بودنك، لما تقراه هتبقى عارف اه دي الكلمه اللي انا بسمعها دلوقتي. دي حاجه مفيده جدا جدا جدا، وهتعرف الكلمه دي بتتكتب ازاي. ان انت هتربط الكلام اللي انت سامعه بالكلام اللي انت قاريه، فده هيحسن لك الريدنج جدا جدا جدا. تمام. وهتتعود على الكلام ده اكتر، كل ما تشوفه اكتر واكتر واكتر، وهتقرا اسرع وهتفهم الكلام احسن. فدي حاجه هتساعدك جدا جدا جدا، غير ان انا زي ما قلت لك موبايلك مثلا من الانجليزي، دي حاجه برضو هتخليك تتعود على على الحاجات اللي انت لو كنت بتتعود عليها بالعربي هتربطها اكتر بالانجليزي. انا عاوز اقول لك التكنيكس دي الناس اللي انا بعرفهم بيتعلموا لغات تانية زي اسباني وفرنش بيستعملوها هي. لازم تحاوط نفسك باللغه عشان تتعلمها. طيب ممكن اقول حاجه بس. ابدا الاول بالجزء بتاع الليسننج، يعني خليك مثلا 4 شهور بتسمع بودكاستات انجليزي. بعد كده تخش في المرحله الثانيه انك تخلي السب تايتل بالانجليزي. دي حاجه بصراحه بتفرق. يعني انا عن نفسي عجبتني في كده. سمعت كتير مده 6 اشهر تقريبا. بعد كده بقيت بسمع الفيلم تقريبا انا مترجم تقريبا. مهم. بس لما بتقرا بقى السب تايتل بيساعدك. مهم. فدي حاجه يعني متهيألي ستيب رقم 2 مش ما تبقاش 1 يعني. بالظبط، خليها تدريجي. هو انت بص كده كده كل ما تكسبوز نفسك يبقى احسن. بس خليها تدريجي عشان ما تحسش ان انت ايه مره واحده بقيت مرمي في البحر ومش فاهم اي حاجه.
عشان الحاجات دي الحوار ده ساعات يعني بيديموتيفيت ناس كتير قوي. بالظبط ما ترميش نفسك. بيحبطهم وانا عشان كده بقول لك ان هو ياخد الستيب الاولانيه ان هو يسمع كتير الاول. بالظبط، واحده واحده، وانت لسه قدامك وقت يعني، فاهم؟ ما تستعجلش، احنا مش في سبق. طب في كورسات معينه عجباك مثلا او اماكن كويسه ترشحها؟ هو انا بصراحه ما بستعملش اي كورسات، تمام. ممكن ريكومند كورسات اسباني، بعرف ناس لا احنا عايزين انجلش دلوقتي. لا كورسات انجلش بصراحه مش واعي بيها قوي يعني، ما بستعملش كورسات. زي ما هو بيقول لك اهو ما استعملش كورسات اصلا. هو ما شاء الله اكيد كويس قوي في الانجليش، يعني بيتكلم انجليش كويس وكده. كنت بلعب العاب كتير قوي بالانجلش، بتفرج على افلام كتير قوي بالانجلش كده، ميديا كتير قوي بالانجلش، بالظبط. فلوحدك زي ما انت اتعلمت العربي بالظبط، العربي حواليك في كل حته، ما انت اتعلمت العربي. بالظبط. حبيبي اكيد تسلم.